جاء ب 7000 وثيقه في 1975. دابا ما بقاش من هنا لقدام، ما بقاوش الوثائق. وهضر مع شيخ البدو السي محمد، هضر معايا انا اللي في التيران، اتكلم معانا اللي هو الارض، اتكلم مع القبائل اللي على الارض. هذه التاريخ، هذه الوثيقه تسمى بخارطه الملك فرنانديز، وهي خارطه الاسطول البرتغالي، اول الاساطيل الاوروبيه التي مرت عبر شواطئ المحيط الاطلسي سنه 1506 1507. اقلع التعليقات الاخ اسعد اذا كان ممكن، بيمدرق عني تفاصيل هون. هذو الناس انا كاين دواك دو كونغستر، والله هي دواك الا هو مطروح عندي، طارح لك الدواء دابا غادي نعطيك الدواء، وإلا ما بريت صافي بويا عمر بلاصتك. شوف هذه خريطه الملك فرنانديز، هذه الخريطه الاصليه من من دوله البرتغال، وفي في المكتبه الملكيه في لشبونه في العاصمه البرتغاليه. انظر الى خارطه المغرب سنه 1507، وانظر اين تتواجد قبيله اولاد بوسباع على ضفاف نهر السنغال. انظر إلى قبيلة أولاد أحمد، انظر إلى قبيلة البرابيش، الرحامنة، ودان، لوداية، أولاد ليم، أولاد تدرارين، العروسيين، إدوبلان، سلام، الساقية الحمراء، تكنة، مجاط، السما، تراب، طنجة. وتجيني انت كونغستر وتقول لي الاستفتاء، واش انت ضربك حمار الليل؟ قبيلة أولاد بالسباع يمتد تاريخها إلى ما قبل هذا التاريخ بالضبط، وبظواهر من السلطان المولى اسماعيل. وانا عندي نسخ من الظواهر، ولكن للاسف انا جيت اليوم للمدينه والمكتبه ما صرت باش نقلب. عندهم ظواهر من السلطان مولاي سليمان، هو الذي كلفهم بالاشراف على هذه المنطقه الشاسعه من ولاة ودان في ارض موريتان حاليا. أولاد بالسباع هي أول قبيلة في أرض البيضان، قاطبة على شواطئ المحيط الأطلسي التي تعقد اتفاقيات تجارية مع الأسطول البريطاني. قبيلة أولاد بالسباع هي أول قبيلة تدخل مادة الشاي إلى أرض البيضان. قبيلة أولاد بالسباع هي أول قبيلة تدخل السلاح المدافع إلى أرض البيضان. قبيلة أولاد بالسباع هي أول القبائل التي تسير القوافل من نهر السنغال إلى وادنون، إلى آسفي، إلى الصويرة، إلى أكادير. قبيلة أولاد بالسباع صراحة التي هضم حقها من طرف جبهة البوليزاريو، ومن ورائها الجزائر التي يمثلها هنا كونغستر. هضم حقها في مخيمات الرابوني حينما اتهمت خلية بأن، وسميت آنذاك بالخلية موريتانيا التجسسية، وتم تصفية ما يزيد على 35 من أبناء قبيلة أولاد بالسباع، أساتذة مختصين في التعليم، في الطب، في الإدارة. صفتهم جبهة البوليزاريو على أساس عرقي، والدليل عندي، وأنا حينما أقول الدليل عندي راني غير كنتقى فيكم الله، عندي من الأدلة ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في منطقة الصحراء، خصوصا بين قبائل الصحراء، وأنا أتغاضى عن هذا. قبيلة أولاد بالسباع هي اليوم رمز، وهي اليوم مجرد إشارة بسيطة من جميع قبائل الصحراء، من وادنون إلى القرقرات. أي تجمع لأي قبيلة صحراوية تجده يحشد ما يزيد على 4000 5000 بشر. هذه 4000 5000 بشر تاكل، تشرب، تتنقل، الإقامة، كل شروط الإقامة موفرة لها، الأمن، الأمان، السلم. ماذا يعني هذا يا أخ أسعد؟ يعني هذا أننا في دولة حق، أننا في دولة مواطنة، أننا في دولة تفتخر أن تنتمي لها، تفتخر أن تنتسب إلى قبيلتك في إطار المملكة المغربية التي تجمع صفة المواطنة للصحراوي، للأمازيغي، للسوسي، للحوزي، للدكالي، للريفي، للزياني، الوجدي، للجبلي، للجميع أشكال، جميع الفروع القبلية المغربية، وجميع الانتماءات المغربية، عربية كانت أم أمازيغية. هذا هو المغرب الذي نفتخر به، هذه هي المملكة التي نفتخر بها. ولكن أتحدى كونغستر هنا أن يأتيني بتجمع لقبيلة في أرض الجزائر. ممنوع على أنك تصف نسبك أو تسمي نسبك. الأنظمة الجزائرية المتواترة قطعت حتى صلة الرحم بين القبائل، قطعت حتى صلة الرحم بين الأمازيغ، قطعت صلة الرحم بين العرب. لا يستطيع الآن الجزائري أن حتى المشكل، حتى خارطة الأنساب أصبحت مفقودة في الجزائر وفي الجزائريين. وأنا أتحدى كونغستر هنا أن يحدد لي خريطة نسبه هو شخصيا.